معكم كب كيك بدقيق القمح الكامل والتمر بدون سكر بدون زبدة، كيجيو لذاذ بزاف واقتصاديين. ندوزو دابا نشوفو المراحل. لهاد كب كيك غادي نحتاجو المقادير. عندنا 250 غرام ديال الدقيق ديال القمح بالنخاله ديالو، عندنا 2 ساشيات ديال خميره الحلوى، عندنا ساشيه ديال الفاني، عندنا التمر 150 غرام ولا 160 غرام حسب التمر اللي عندكم. كاين التمر اللي كيكون معسل حلو، كاين التمر اللي كيكون ناشف ما كيكونش حلو بزاف، نتوما على حساب الحلاوه ديال التمر. عندنا هنا 2 كيسان ديال الماء دافي، كاس ديال زيت الزيتون او تقدروا تخلطوهم بجوج. انا هنا خلطت زيت الزيتون وزيت المائده. عندنا هنا 4 المعالق ديال الحليب بودره، شويه ديال الكركاع، شويه ديال حبيبات الشوكولاط كهربائي. غنضيفو فيه التمر، نديرو الماء، نديرو الزيت، نضيفو حليب بودره، نضيفو معاهم الساشيه ديال الفاني، غادي نطحنوهم دابا. الخليط كما كتشوفوا التمر طحن، غادي نبداو نضيفو الدقيق، كنحركو على هكا، لا ما نحتاجو لا الضراب اليدوي لا والو، غير بمعلقه هكا. غنضيفو الخميره، كنغربلوها باش ما الا كانوا في هذوك الكويرس ما يبقاوش. سهله في التحضير، دغيا تتوجد وصحيه بالنسبه للوليدات الصغار. هاكا الفطور كنضيفو معاها شويه ديال الكركاع، غير هرسناها بحال هكا غير بيدينا. نضيفو شويه ديال حبيبات الشوكولاط اختياريين، حبيبات الشوكولاط اللي بغيت تضيفوهم ضيفوهم، ما كانوش متوفرين عندكم بلاش، اكتفيو غير بشي حاجه ديال الفواكه الجافه صافي. كما كتشوفوا الخليط كيجي على هذا الشكل، ما كيكونش عاقد ما كيكونش جاري، كيبقى بين وبين. غادي ندهنوا دابا دوك القوالب فاش غنديرو. القوالب اللي غنديرو فيهم كنديروا الخليط،
مكنعمروهمش، نديرو فيهم تقريبا ثلث اكثر من النص. تقدروا ديروهم هكا بالمعلقه، اولا تاخذوا شي بوش ديروا فيه الخليط وديروا. كما كتشوفوا العماره ديالو سالين. انا استعملت هادو كبار شويه، تقدروا تستعملوا الصغار. غادي نستمروا تنكملوا الخليط اللي عندنا. بعد ما درنا الخليط ديال الكيك ديالنا، دابا غندخلوهم الفران يطيبوا. هذا هو الكاب كيك اللي حضرنا معكم اليوم، كيجيو على هذا الشكل. الى عجبكم الاقتراح ديال اليوم ديروا لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.